المنتخب الجزائري عاودنا رجعنا طبعا. واليوم مستمرين للأسف مع الحلقة الثانية من هذا المسلسل التافه، مجبرين باش تشوفوا، ما خليكمش تشوفوا ربما المسلسل التافه كامل، ولكن من عنوانه اليوم الجامعة الملكية المغربية دارت البيان اللي راح تشوفوه واللي يقول فيه ما يلي حتى نقرأه لكم بشكل كامل. تندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة اللي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا اللاعبين المحليين الجمعة بالجزائر، حسب قولهم هم يقولوا دنيئة وسخيفة بعد الخرق السافر على حسب زعمهم، خرق سافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد إلقاء كلمة سموها خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الرياضي. زين عامر، بيان جديد من الجامعة الملكية المغربية يتحدثوا على نجل نيلسون مانديلا اللي ألقى كلمة ويتحدث على الشعوب المقهورة وتصفية ما اسمها بالاستعمار. والله أولا حكيم أنت قلتها يعني ولا مسلسل هذا كأنهما راهم ولاو فارغين شغل. احنا الحمد لله يعني المسؤولين تاعنا راهم يعني يديروا في خدمتهم اليومية، وإحنا شان يعني أبهر الجميع البارحة بحفل الافتتاح وبالملاعب، يعني بشهادة رئيس أنفانتينو اللي تكلم وقال عمري ما شفت ملعب كملعب نيلسون مانديلا في كل القارة الإفريقية، وهذه الشهادة يعني وحدها تكفي لتبين أن الجزائر يعني المكانة اللي ولت عندها في القارة الإفريقية. ثانيا أنا نظن اليوم لما يتكلموا على تدخل السياسة في الرياضة ما يعني سي كلير كوم دو لو دو روش بلي هما اللي راهم يدخلوا السياسة في الرياضة. لأننا اليوم السؤال طرحته البارح نعاود نطرحه، يعني أتساءل كيف لرئيس جامعة رياضية اللي هو وزير المالية يتكلم على تدخل السياسة وهما اللي خرقوا كل يعني القوانين. واليوم يعني لما نشوف أن التدخل تاعو هذا يعني يبين كل شيء، يبين أن اليوم هذا المخزن، لأن نتكلم على المخزن المغربي راه كما نقولوا احنا كأنه يعني مشحون، يعني حاب كوت كوت تصرى كاش عفسه. لا احنا رانا كل شيء. وزيد على ذلك لما يتكلموا على نجل نيلسون مانديلا، هل يا ترى هذا سامحني هل لما تتكلم على نجل منصون يعني نيلسون مانديلا هل هذا يعني خدام في الفيدرالية ولا في الحكومة؟ هذا إنسان مستقل، إنسان اللي ما عنده حتى صفة في الرياضة الجزائرية ولا في السياسة الجزائرية، إنسان بصفته جا كصفة حفيد نيلسون مانديلا. يقدر يكون هو سياسي في بلاده ولا هذه الأشياء أشياء يعني كما نقولوا احنا سي دي شوز بيرسونيل. كي يتكلم كاش واحد كتب له ديسكور واش يتكلم، هو جا بصفته باش يعني ريبريزونت لا فامي مانديلا، لان كان لهم الشرف ان الملعب سمي بهذا الانسان وهذا المناضل الكبير لحقوق الانسان. اليوم جا تكلم القى كلمته، ومعروف نيلسون مانديلا يدافع على استقلاليه البلدان، واليوم الحفيد تاعو راح في نفس الاتجاه. هذا الشيء بالك يعني صاديرونج المخزن المغربي، ولكن لماذا تدخل الجزائر مرة أخرى؟ اليوم نظن هل هو تخبط من الجامعة المغربية لأنه نعم الشعب غاضب لعدم مشاركة منتخبهم في بطولة؟ في عدم مشاركة منتخبهم، تخبط في يعني كثير من المشاكل الداخلية، وهما يحبوا يعني يعاودوا كما نقولوا احنا يفول ديتورني لوبينيون بوبليك تاعهم فير هاد لي فو بروبليم او ليو دو سوكوبي دي فري بروبليم تاعهم في الشأن. قلت لك انا ما ندخلش في الشأن الداخلي تاعهم، هذا يعني بيناتهم. احنا الشعب المغربي نحترمه، ولكن هذا المخزن يعني راهو يدير في بعض الاشياء اللي اليوم يعني قلتها لك البارح هذا لقجع خلاص يعني يلا ديباسي توت لي ليميت. وانا نتمنى ان رئيس الكاف موتسيبي اللي كان اليوم حاضر في عنابه وكان انبهر مره اخرى حكيم، لان اليوم اول مره في تاريخ الشان علامه كامله للجماهير العنابيه، 35 ألف متفرج في مباراه غير البلد المنظم. يعني تسبقني لا حكيم هذا شيء مهم. هذه الاشياء شوف حكيم احنا اوني اون تران دو ماركي دي بوين. احنا الحمد لله رانا نديروا يعني التنظيم راهو يعني ولو احنا تكلمنا كان عندنا
بعض يعني امتير ولكن الحمد لله كل شيء على ما يرام، ونتمنى ان شاء الله الدوره تكمل هكذا والجماهير يكملوا بهذه يعني الاخلاق الكبيره والنبيله اللي تبين الخلق النبيله للشعب الجزائري. وإحنا شوف شعبا ودولة متحدين لكي إن شاء الله يعني هذا التنظيم زادت هذه الانتقادات لحمة بين الجماهير. زيد لك لأن اليوم شفناهم على أنه كأنه زادتهم قناعة وتشجيعا لهذه الدورة بالنسبة للجزائريين. كثير من الأشياء احترمت والحمد لله. شوف منع التدخين في الملاعب احترمت، منعوا كثير من الاشياء يعني عدم تصفير على عدم تصفير. شفنا البارح المنتخب الليبي الذي يعني الجماهير صفقت عليه لما دخل الى الملعب. وبعد كثير من الاشياء. الكامرونيين استقبال حال اليوم لو ريبريزونتون كامروني قال لك لم اكن انتظر هذا الاستقبال، قال لك انا كنت انتظر يعني اشياء اخرى. قال لك يعني اليوم الكامرونيين راهم غير يشكروا في الشعب والدوله الجزائريه. اليوم قعد هذا المخزن نقول له قعدوا تخبطوا يعني وديروا البيانات واحد ما يقراهم، وهذه الاشياء احنا والله ما تهمنا. ونتمنى يعني احنا خلاص حكيم، لان شوف الحمد لله كما يقولوا بالعربيه سقط القناع. اليوم بان كلش